السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض الزلابية او العوامات زي ما بيسموها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، طالعة معايا مجرمشة من بره وطرية من جوه وشاربة العسل بتاعها مظبوطة 100%. امشي على الخطوات بتاعتنا وان شاء الله هتنجح معاكي من اول مرة. شايفين ما شاء الله شكلها حلو ازاي وكمان طعمها تحفة. يلا نسمي الله كده ونخش على الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنا لازم احضرها الشربات، علشان الشربات لازم يكون بارد. كوبايه ونص كبار كده من السكر، هنزل عليهم بكوبايه ونص كبار كمان من الميه، يعني جد السكر ميه. حطهم على نار وسط لمده 10 دقايق بالظبط. اول ما السكر والميه يغلوا غلوتين هنزل عليهم بنص عصره ليمونه وذره من الفانيليا واسيبهم بالظبط 10 دقايق على النار. وهنا معايا زي ما انتم شايفين كده كوبايتين كبار من الدقيق، هنخلهم كويس كده زي ما انتم شايفين. ادي اول كوبايه والتانية اهي. زي ما انتم شايفين كده هنزل عليهم بمعلقه كبيره من السكر، وكمان هنزل عليهم بثلاث معالق كبار من النشا. حطيت كده 3 معالق كبار من النشا ومعلقه من السكر ومعلقه كمان من الخميره الفوريه زي ما انتم شايفين كده. وهنزل عليهم بربع معلقه صغيره بيكنج باودر. ما تكتروش خميره علشان احنا في الحر ما تبصش منك، يعني خلي كده المعلقه على ما تخليهاش مليانه على الاخر يعني. وحطيت ذره من الملح، يعني حطيت كوبايتين كبار من الدقيق، حطيت عليهم 3 معالق كبار من النشا، حطيت عليهم معلقه من السكر، حطيت عليهم معلقه من الخميره، وحطيت عليهم ذره ملح وربع معلقه كبيره من البيكنج باودر. هنزل من الميه بتاعتي كده تدريجيا. طبعا في انواع كتير من الدقيق، في نوع بيشرب السوائل بسرعه ونوع لا، فواحده واحده كده بالميه زي ما انت شايفه كده لحد ما تاخد القوام المناسب. والميه ما تكونش دافيه، ميه من الحنفيه عاديه علشان احنا في الجو حر. زي ما انتم شايفين كده هنزل واحده واحده على الدقيق بالميه بتاعتي تدريجيا. انا عايزه القوام بتاعها يكون خفيف، مش عايزاها جبسه. واهم خطوه والاساسيه طريقه العجن بتاعها علشان تديكي نتيجه مبهره وتطلع معاكي كريسب كده وحلوه وما تطلعش معاكي مكتومه. طريقه العجن بتاعتها اساس الزلابيه العجينه بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده هنزل عليها بمعلقه كبيره من الزيت. شايفين انا بعجن ازاي؟ شايفين لسه العجينه فيها تكتلات. انا عايزه التكتلات بتاعتها دي تدوب تماما. انا عايزه العجينه معايا يكون مطاطيه، وعايزه العجينه يكون فيها عرق. زي ما انتوا شايفين كده هفضل اعجن فيها بالظبط لمده 10 دقايق علشان العجينه تنعم معايا. وانا عايزه كمان العجينه ما تكونش فيها اي تكتلات. زي ما انتوا شايفين العجينه بتاعتنا بتكون وسط، ما بتكونش تقيله وما بتكونش خفيفه. خلاص كده هركنها بالظبط تلت ساعة ربع ساعة حسب المكان عندك. بصراحة في الجو ده ما خدتش وقت خالص في التخمير، يعني بالظبط ربع ساعة وما شاء الله حجمها اتضاعف تماما. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا بمعلقة كده وبهبط العجينة بتاعتي. شايفين ما شاء الله العجينة ناعمة وحلوة ازاي. بعد كده عندي زيت على النار، بس الزيت لازم يكون غزيت شويه، وعندي كوبايه كده او طبق فيه معلقه كبيره من الزيت ومعلقه صغيره. وهبط العجينه بتاعتي مره كمان علشان العجينه بتاعتي تطلع معايا مظبوطه وما تكونش فيها كده فقاعات في الزلابيه الكبيره او زياده عن اللزوم. ههبط العجينه وانا بشتغل فيها. انا بختبر الزيت الاول، بشوف الزيت طالع معايا ازاي. لازم الزيت بتاعنا يكون دافي ما يكونش بارد، علشان الزلابيه لما تنزل فيه على طول تتفاعل معاه. بحط كده المعلقه في الزيت. اول حاجه بحط المعلقه في الزيت وماسكه بنفس الطريقه كده. شايفين انا بقمض على العجينه بالراحه وبخطف بالمعلقه على طول. لو انت حابه تعملي بكيس حلواني براحتك، اي طريقه انت حباها. بس بصراحه جربت طرق كتير، اكتر طريقه محببه الى قلبي وكمان بطلع بيها الشكل اللي انا حباه والحجم اللي انا عايزاه بنفس الطريقه. بحط المعلقه في الزيت علشان المعلقه ما تتلزقش معايا في العجينه وطلع معايا على طول بكل سهوله. بحطها في الزيت على طول وبقطع بيها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بسم الله ما شاء الله على طول ظبطت معايا في الزيت. اول مره كده احطها في الزيت، طبعا لسه الزيت ما تشتغلش معانا وما بسويهاش تسويه كامله، نص سوا بالظبط وبطلعها من الزيت على طول. وكمان وانت حاطاه الزيت ما تخليش النار عاليه، خلي النار وسط، ما تعليش النار عليها علشان تستوي براحتها. شايفين بسم الله ما شاء الله.
واحده واحده كده بحط في الزيت على طول وبخطف من ايدي، بكمض كده على العجينه، باخد شويه كده من العجينه في ايدي وبكمض عليها، وعلى طول المعلقه في الزيت، وبعد كده بخطف على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله شايفين، خفيفه جدا، خفيفه مش قادره اقول لكم على حلاوتها بصراحه، ما باتتش يعني من حلاوتها، ما فضلش لتاني يوم ولا واحده. بألف هنا وشفا يا رب للي كل من الزلابيه دي. واحده واحده كده. وكمان لو انت اول مره تشوفيني كده يا حبيبه قلبي، ما تنسينيش في الاشتراك وكمان اللايك والكومنت الحلو. طبعا انا بسويها كلها بنفس الطريقه، نص سوا، مش بسويها تسويه كامله. هعمل معاكم شويه كمان. شايفين بحط المعلقه في الزيت وبعد كده بخطف على طول. الكوبايه اللي انا حطاها هناك دي فيها معلقه كبيره من الزيت علشان تسهل معايا عمليه التقطيع، والعجينه ما تلزقش في المعلقه. طبعا لو حابه تعمليها اصغر من كده، حابه تعمليها اكبر من كده، براحتك، الشكل اللي انت حباه، وكمان التقطيعه المناسبه ليكي براحتك، اللي انت حباه اعمليه. انا خلاص خلصت الكميه كلها، وطبعا معايا كده تاني مره على طول على الزيت، خليت الزيت يهدى بس شويه صغيرين، وعلى طول بجلي اخر مره. المرحله دي مهمه جدا، بتخلي معاكي الزلابيه ناشفه، وبتخليها معاكي كريسبي، ما تكونش طريه، كمان بتخليها تطلع معاكي مظبوطه. يعني لو جلتيها على اول مرحله بتطلع معاكي طريه، لو جلتيها على مرحله تطلع معاكي ناشفه كده وحلوه من بره، وكمان بتكون كريسبي وطعمها تحفه. خلاص على نار هاديه كده واحده واحده، وبفضل تجليب مستمر علشان كله ياخد نفس اللون. بس بصفيها كويس من الزيت، هي بصراحه ما بتاخدش زيت خالص، يعني احنا ما شاء الله كميه الزيت زي ما هي من اول واحده لحد اخر واحده. العجينه معانا مظبوطه، علشان كده ما شربتش زيت خالص. بقلبها كله كده بالشكل ده علشان تفضل تاخد كلها نفس اللون. طبعا معانا الشربات بارد تماما اللي احنا عملناه مع بعض، وبنزل كده باول مره عملتها. شايفين بسم الله ما شاء الله، بتشرب الشربات على طول، بتسيبيها كده لمده 5 دقايق في الشربات، حسب السكر اللي انت حباها. حباها تكون خفيفه سكر، ما بتخليهاش كتير في الشربات. حباها تكون مظبوطه، خليها كده 5 دقايق بالظبط في الشربات علشان تشرب الشربات براحتها. اوعي تنسي تحط اللايك، حط اللايك يا حبيبه قلبي. هنزل بكمان تاني مره كده. ما شاء الله، بسيبهم بالظبط لمده دقيقتين او 3، وبطلعها من الشربات على طول. شايفين، شايفين شكلها ما شاء الله خطيره. جربوها، انا متاكده لو جربتوها بكوبايتين دقيق بس او كوبايه كمان هتطلع معاكي ان شاء الله بنفس الطريقه دي، هتطلع معاكي مظبوطه وناجحه وخفيفه كده، وحاجه حلوه للولاد يتسلوا بيها كده، طعمها حلو، وكمان اوفر من بره كتير بصراحه. شايفين شكلها ما شاء الله، الله اكبر. شايفين حلوه ازاي؟ يا رب الفيديو يكون افادكم، والسلام عليكم ورحمه الله.